السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل المبكبكة او المكرونة الجارية او مكرونة الشتاء. حاجة كده اكلة كلها على بعضيها في حلة واحدة. هي كانت علمتها لي عمة اولادي. هي اكلة ليبية اصلا، جميلة جدا والله وهتعجبكم. وهتدفيكوا تحسوا انكم سخان كده. هي اول حاجة تحتاج تجيبي نص كيلو لحمة، تقطعيها صغير كده، شايفه؟ صغنن كده، تقطعي صغير عشان بس تبقى السوا ايه بسرعه. عندك طماطمايه كبيره، بصلتين متقطعين صغير حسب ما انت عايزه اكبر من كده براحتك، عايزه اصغر برضو براحتك. معلقه صلصه، فلفل. دي الصلصه اللي انا عملتها، شايفينها اهي. انا لسه فاتحه البرطمان، شايفينها عامله ازاي؟ بقالها اكتر من شهر، ما جرالهاش اي حاجه وتقعد لاخر السنه كمان. كيس مكرونه، اي نوع مكرونه انت عايزاه. هنا عندنا التوابل بقى، عندنا بابريكا، بودره بصل وتوم، فلفل اسود، ده كركم، شويه كزبره. وهنا عندنا الملح، ورقه لورا او ورق غار اللي يعجبكم الاسم اللي يريحكم. وده بازار ليبي. لو مش عندك البازار الليبي مش مشكله، بتحطي شويه قرفه على شويه كمون على شويه او بهارات، 7 بهارات، اي حاجه. مش شرط يعني ايه البازار الليبي. هنروح على البوتاجاز وهنشوف هنعمل ازاي ونبدا مع بعض. هنبدا احنا اهو على البوتاجاز. هنا حله، ده زيت، ما ينفعش تحطي سمنه، زيت. مكرونه يعني زيت، تمام. ده فص مستكه، شايفاه؟ حطيه مع الزيت، هو بيسيح على فكره. اهو بصي حتى لزق ازاي في المعلقه، هو بيسيح لما الزيت يسخن. شايفين هو سخن؟ حطي اللحمه كلها. تقدري تعمليها بفراخ، تقدري تعمليها بسمك، بدبابيس فراخ، باجنحه، بالصدور، اللي يعجبك. اللحمه ممكن باي لحمه، لحمه كندوز، ضاني، بيتيلو، اي حاجه، بس اللحمه تكون يعني ايه، بتستوي بسرعه، يعني ما تغطش شويه على النار عشان ما تدخلش فيها طول النهار يعني. شوحيها اهي كلها في الزيت اللي فيه فص مستكه. خلاص اهي. اول ما لونها بس يغير، شايفين لونها بيتغير ازاي اهي؟ هي لونها اتغير خلاص، قفلت كل المسام بتاعتها. نحط البصل، نشوحه شويه اهو. هو مش بتاخد حاجه يعني، هو كله على بعضه والله، بس ايه، انا بديهم شويه بس مع بعض على النار. نحط ورقه الغار، مش هحط ملح دلوقتي عشان اللحمه ايه تستوي براحتها، عشان الملح بيأخر سوى اللحمه. ده البازار اللي هو قلت لكم عليه، بازار الليبي اهو. ونحط بقيه التوابل، قلبي كله كده. والله بتبقى ريحتها جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بعد كده حط القوطه دي، القوطه قطعيها صغير مش كبير، وما تحطيش اكتر من طماطميه واحده، هي بس علشان الطعم. لكن تعمليها بالقوطه اللي هي اللي انت مصلصلاها، او تضربي شفشه قوطه وتصفيه، ما يبقاش فيه قشر.
هنحط دلوقتي معلقه كبيره صلصه اهي، شايفاها؟ معلقه كبيره، بقيه المعلقه. ونحط تمام، شوحها. متحطش الفلفل الحامي ده، ما بحطوش الا في الاخر علشان ما يبقاش عامل زي القشره ويضايقك في الاكل. خلاص هنحط الطماطم اهي، بس تغلي شويه نحط لها ميه سخنه علشان اللحمه تستوي. وأما اللحمه تستوي نكمل واشوفها هنعملها ازاي مع بعض. هي بتغلي نحط لها الميه السخنه عشان اللحمه تستوي. حطي ميه كتير براحتك، مفيش مشكله يعني. بس هي تستوي اللحمه وهنرجع ونشوف نكملها ازاي مع بعض. كده اللحمه استوت، انا خدت منها شويه علشان لسه هم مش هيجوا دلوقتي، بس انا علشان اوريكم. حطينا الملح اهو، شفتوه؟ حطينا الملح. حط المكرونه، اي بقى مكرونه، اي شكل مكرونه يعجبك، اقلام، ودع، سوسته، اسباجيتي، اي حاجه. وهي لسه ناشفه كده بتحطيها، هي هتغلي وتستوي هنا وتشرب الميه، ونشوف هنقدمها ازاي. في المرحله دي اهي بتشوفي المكرونايه كده، لو هتبتدي تتقسم كده شايفاها معاكي، بس لسه شايفاها لسه ما استوتش قوي. بنقوم حاطين شويه فلفل اهو، حطي معلقه فلفل عشان بس ياخد غلوه معاها بسيطه، مش يستوي قوي، هي خلاص يعني. كده خلاص اهي، هنبتدي نغرفها. شايفين شكلها؟ حط شويه على الوش كده. خلاص قدمناها، شايفينها شكلها جميل ازاي؟ والله وريحتها جميله جدا. يا رب تعرفي تعمليها وتكون سهله، وتقدميها النهارده كده في اليوم اللي هو الساقع ده، الهوا الجامد. وبحط جنبها الهريسه اهي، هبقى اسيب لكم الرابط بتاعها تحت. لو اول مره تخشي قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس، وشرفتوني، وبألف هنا وشفا. مع السلامه.